السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ فريدة أو فريدة كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم صابلي ناجح 100%. من اليوم إن شاء الله إلى بقيتو كديروا هاد الوصفة اللي كنديرها أنايا وتتبعوا المقادير نتاعها، ما عمر ما غادي يتكمش لكم الصابلي وكيخرج لكم واحد الكمية اللي كتيرة وناجح كما قلت لكم 100%. أنا الصراحة هذا هي صابلي اللي معتمد عندي، كنديرو دائما كيما سواء كان بالشكلاط ولا العادي، كيجي خطير في المذاق وحتى في المنظر ما كيتكملش نهائيا. فكنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. فكنبديو على بركة الله. أول حاجة غادي نحتاج 200 غرام تاع الزبدة مع 2 ساشيات من سكر فانيلا ونص كاس من السكر كلاصي. هنايا ما كنكترش انا بزاف نتاع السكر، لحقاش من بعد ما كنزوقوه اغلبيه كيكون الزواق نتاعو ولا الديكور نتاعو بالناباج ولا بالكونفيتور ولا يعني كيكون حلو. اللي كيبغي الحلاوه اكثر يقدر يزيد اكثر. وبالنسبه للزبده كل واحد باش كيخدم، انا كنخدم بالزبده ليليا لجميع انواع الكاطو. هذا راه ماشي اشاره وانما غير كنقول لكم كنشارك معكم الزبده اللي كنخدم بها وكتصدق لي 100%، يعني ما كتكمشليش وكتعاوني في الخدمه بزاف. من بعد ما خدمتهم مليح مع بعضياتهم غادي نزيد واحد البيضه اللي تكون بحراره المطبخ وتكون شويه كبيره، الحجم نتاعها يعني يكون شويه كبير ما يكونش صغير بزاف. غادي نزيد لهم كذلك واحد نص كاس نتاع الزيت. بالنسبه للزيت راه حتى ديك الزبده راه فيها تقريبا واحد الكميه من الزيت، يعني ميدمه، داكشي علاش درت غير نص كاس. صافي غادي نحاول انني نخدمهم مليح مع بعضياتهم حتى كنشوف ديك يعني ولات لي بحال البوماده بحال. صافي من بعد غادي نزيد واحد نص معلقه صغيره من الخماره، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، انا دائما كنديرها. ومن بعد مباشرة كنبقى نزيد الفرينة تدريجيا شوية بشوية حتى كنحصل على واحد العجين اللي كيكون متماسك. انا ضفت الكاس الاول والكاس الثاني، يعني كل ما كنضيف واحد الكاس كنخدمو عاد كنزيد، ما كنديرش دقة وحدة ديك الفرينة. هنايا الكاس الثالث. وضروري ضروري الا بغيتو الصابلي ينجح لكم 100% وما يتكمش وما يتهرس لكمش من يطيب، حاولوا انكم تخدموه غير بالصبيعان كما كتشوفوا معايا. انا حاولت ما امكن انني نخدمه غير بالصبيعان. هنايا زدت الكاس الرابع وصافي غادي نبقى نجمع به، يعني هذا الكاس الرابع غادي نبقى نجمع به مباشرة. الا كنت بغيت يعني نقسمو وندير تقريبا واحد زوج نكهات، ولا الا كنتو غادي ديروه كامل بالفاني حاولوا انكم تزيدوا عاد تقريبا واحد كاس الا ربع اخر. انا هنا اكتفيت بربعه نتاع الكيسان كما قلت لكم، غادي نقسمو على زوج باش ندير واحد بالنكهه نتاع الشيكولا والاخر غادي نخليه فاني. هنايا غادي نبقى نزيد الفرينه شويه، تقريبا زدت واحد حتى لزوج معالق كبار نتاع الفرينه باش تجمع لي. وكما شفتوا معايا كما قلت لكم راني صافي هنا كنجمعو عادي، يعني ما كيتدلك ما والو، كنحاول انني نجمعو غير ديك الفرينه اللي بقات لي على برا، وكذلك داك دوك القنات اللي كيبقاو لاصقين، العجين اللي كيبقى لاصق في الجناب. صافي كما كتشوفوا معايا كل ما كنخدش فيه واحد شويه كنشوفوا يعني عاد راه رطب بزاف باش ما يسيحش. كنزيد واحد شويه. صافي هنا كما شفتوا معايا حاولت انني نجمعه وغادي نخليه على جنب، وغادي نمشي نخدم النص الاخر. النص الاخر تقريبا انايا درت واحد في الاول درت نص معلقه صغيره نتاع الكاكاو المر، وزدت عاوتاني واحد نص معلقه اخرى تقريبا. المجموع درت معلقه نتاع الكاكاو المر. الا كانوا عندكم ساشيات ديروا ساشيه وحده كتكفي، لحقاش الساشيات نتاع الكاكاو ماشي بحال نتاع العبار، كيكونوا شويه مجهدين. وزدت واحد شويه نتاع الفرينه تقريبا واحد المعلقه كبيره نتاع الفرينه. صافي كما كتشوفوا معايا حتى هي راه ما كنعجنوش، كنحاول انني ندخل غير داك الكاكاو في العجينه بهذا الشكل هذا، غير يعني يعني بالصبيعه نتاع يدي باش ما يتكمش. راه الا دلكتوه ولا بقيتو كتجمعوه يعني كتجمعوه بزاف، هذاك هو المشكل اللي كيخلي الصابلي نتاعكم يتكمش. صافي هنايا انا من بعد كنديرهم في واحد السلوفان وكنخليهم تقريبا واحد الساعه الا كنت مزروبه عليهم، حتى لساعه ونص. راه من الاحسن تخليو الصابلي يرتاح في الثلاجه عادوا خدموا به، ما تخدموش به مباشره. صافي كما قلت لكم انا هنا غادي نخليه تقريبا واحد ساعه ونص حتى جوج سوايع في الثلاجه. من بعد ما فات ديك المده غادي ندير واحد الكارت نتاع الزبده وغادي نزيد الكارت الفوقاني وغادي نبقى نطلقو. من الاحسن
إلا ديروا زوج نتاع الميكات، لحقاش ديك الكاغط نتاع الزبدة بعض المرات بحال اللي كتجمع من التحت وكيتهرس من كتشكلو كتهزوه كيبقى يتهرس كيدير واحد الطوية. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. والصابلي ضروري ما تطلقوه ما بين كيما قلت لكم ورق الزبدة ولا السلوفان ولا الميكا، المهم ما تطلقوهش مباشرة فوق بوطاجي ولا فوق الطابلة ولا بحال اللي كينشف شوية وكيبقى يتهرس وكيبقى يتفتت لكم، داكشي علاش ما كيصدقلكمش. صافي هنا كيما كتشوفوا معايا أنا غادي ندير هذاك النوع الأول بهذا الشكل هذا، تقريبا وحدة كما شفتوا معايا وحدة فيها ديك الثقبة في الوسط ووحدة ما فيهاش. غادي نحاول أنني نشكلهم بهاد الطريقة، كنديرهم بشوية رقاق، ما ديروش العجينة غليظة بزاف باش ما يجيكمش الكاطو غليظ بزاف، يعني غادي نديرو وحدة فوق وحدة. حاولوا أنكم ترققوهم بزوج ومن تكونوا ترشموهم غير بشوية أكترية لهادوك اللي كيكونوا يعني مثقوبين في الوسط، لحقاش كيكونوا هشاش في السع في السع يتهرسوا. صافي غادي نحاول ما أمكن أنني نكمل هاد الكمية بهاد الطريقة هادي حتى كنكمل الكمية كاملة. وكما كتشوفوا معايا راه دوك الزوائد ولا دوك الجناب اللي كيبقاو ما تعجنوهمش حتى هما راه كيتجمعوا. حاولوا أنكم تجمعوهم عادي، يعني ديروا غير وحدة فوق وحدة تعاودوا تسلقوهم بالمدلك. إلا جمعتوهم غادي يتكمّش لكم الصابلي. أنا تقريبًا هنايا فاش يعني من كنعتمد هاد الطريقة راه واخا كيبقاو لي واحد ديك العجينة الصغيرة كاع كنعاود نطلقها وكنرشمها كتخرج لي نفس العبار، ما كتكمّلش نهائيًا. صافي كيما قلت لكم هنا غادي نحاول أنني ندير داك الكاطو كامل في واحد الصني اللي درت له ورق الزبدة. من الأحسن يكون عنده ورق الزبدة، ما ديرولوش الزيت ولا الفرينة، ولا من الأحسن ورق الزبدة. غادي ندخلها الفران درجة الحرارة تكون ناقصة بزاف وخليوه حتى كيطيب من الجهة التحتانية ونهودوه باش يحمر. صافي كيما قلت لكم كيما كتشوفوا معايا هنايا هادوك الزوائد شوفوا كي كندير نجمعهم غير بهذا الشكل هذا. راه الا كنتو جمعتوهم بالمدلك جمعتوهم يعني بقيتو تدلكوهم تما اللي كيتكمش لكم الصابلي. وكنعاود نطلقهم بهذه الطريقه هذه وكنخدم نعاود نرشمهم. صافي بالنسبه للصابلي نتاع الشكلاط او لا النوع الزوج درتو بنفس الطريقة كما كتشوفوا معايا. درت ورق الزبدة من التحت وعاود درت ديك العجينة في الوسط ودرت ورق الزبدة من الفوق وكنبقى ندلك وندور غير شوية بشوية حيتاش كتكون العجينة شوية قاصحة. كما كتشوفوا معايا هنايا انايا كل مرة كنحاول نهز ديك ورق الزبدة باش ما يبقاوليش دوك الطيات اللي قلت لكم من بعد ما كيلصقوا. كانت كنظن انه راه واضح في الفيديو بعض المرات كيكونوا ديك الطيات هكذا مطوي ديك ورق الزبده ومن كنمشيو نقلعوهم كيتهرسوا لنا الصابلي. حاولوا ديروهم في الميكا من الاحسن، الميكا ما كتسطواش. صافي هنايا كيما شفتوا معايا غادي ندير على شكل مستطيل وديك الخميسه من الوسط. نتوما ديروا اي نوعيه عندكم، انا هنا كنحاول اننا نعطيكم فقط غير الوصفه نتاع او المقادير نتاع الصابلي اللي كنعتمدوا دائما. واللي كيبغي ينكهو مثلا باللوز ولا بالبيستاش ولا بالقوقع ولا يطحن مليح داك مثلا كاس نتاع القوقع ولا كاس نتاع اللوز يتطحن مليح ضيفوه لديك العجينة نتاعنا ونقصوا شوية نتاع الفرينة. صافي هنا كيما كتشوف معايا تا هو غادي ندخلو الفران حتى كيطيب بنفس الطريقة وكيحمر من الجهة التحتانية وكنهودوه. فكما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كما شفتوا معايا راه ما كيتحركوش نهائيا في الطياب ديالهم، ومن الاحسن تخليوهم شويه اللون ديالهم بيض ما يحمروش بزاف. انا شي وحدين فاتوا لي الطياب ديالهم ولكن من الأحسن يبقاو شوية اللون تاعهم بيض. شوفوا أنا كنحاول أنني نحطهم فوق الطابع باش تشوفوا باللي ما تغيرش نهائيا وما تكمش وبقاو وحدة قد وحدة. فصراحة هاد الوصفة أنا معتمداها من زمان هذا. كنتمنى انها تنال اعجابكم. الا كنتو باغيين كميه اكثر كدوبلوا المقادير، وكما قلت لكم الا كانت نالت اعجابكم ما تنساوش تخليو لي جام وكذلك التعليق ديالكم. وكنقول لكم بالصحه والراحه. انا غادي نزينهم عادي يعني كل واحد والتزيين. حاولت فقط انني كما قلت لكم في الاول نشارك معكم فقط المقادير. اما بالنسبه للتزيين كل واحد بشنو كيبغى باش كيبغي يزينهم. فكما قلت لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي جام وكذلك التعليق ديالكم. وكنقول لكم بالصحه والراحه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.